اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمله غدانا. معايا هنا فراخ بانيه، هنعملها ستريبس كده. انا جبتها غسلتها كويس ونقعتها بليمون وملح وسبتها منقوعه بقالها شويه كده. ومعايا هنا بطاطس محمرها وصلصه، دي طماطم ضربتها عشان المكرونه، ومعايا مكرونه سباكيتي كسرتها كده. وهنا معايا فلفل هناخد منه يعني للتتبيله ونقليه. ومعايا توم للمكرونه، ودي بصلايه عشان الفراخ، تتبيله الفراخ. هاخد انا حته من الفلفل ده كده وفصين توم والبصلايه دي، وهروح اضربهم ايه في الخلاط. وهقطع الفراخ دي ايه ستريبس كده ايه ونرجع مع بعض. اهو بقى يا حبيبي خلاص ايه، قطعت الفراخ كده اهو بالطول كده. وهنا ضربت البصلايه الصغيره مع كام فص توم، يعني 3 فصوص كده او فصين كبار، وحته فلفل يعني كده. ضربتهم كويس بحبه ميه، ربع كوبايه ميه كده. الكوبايه الصغيره يعني كوبايه الميه دي ربعها كده. وهنا معايا بقى الخلطة دي. معايا معلقة نشا ومعلقتين دقيق، ومعايا دي 7 بهارات، ودي رشة بيكنج باودر. وهننزل برضو بيهم مع ايه بحبة كركم كده اهو، وحبة فلفل اسود. هنزل بقى ايه بالحاجات دي كلها هنا ايه على الخلطة دي. لو احتجت تاني دقيق او نشا هزود، بس انا مش هزود من الاول عشان ما يعني حرام، ما هو مقدرش ايه وما نحتاجهوش. عايزه عجينه تبقى ايه مش خفيفه، حلوه يعني. طبعا لو انتوا مش عايزين تضربوا البصل ده وتستغنوا عنه ببصل بودره او توم بودره، عادي زي ما انتوا عايزين يعني. وهنزل برضو ايه بالليمونه، هعصرها كده على التتبيله دي اهي. الليمونه دي خلي بالكم بتخلي طعم الفراخ ده حلو جدا، تديله مزازه حلوه كده اهي. ليمونه واحده ايه، هي مش كبيره قوي يعني، لو ليمونه كبيره هتحطوا نص. مش هحط زيت ولا اي حاجه على التتبيله دي. طبعا انا شايفه كده ان هي ايه عايزه حبه ايه دقيق وحبه نشا. هجيب لهم بقى ايه حبه دقيق وحبه نشا احطهم واظبطهم. يعني هحط معلقه دقيق كمان ونص معلقه نشا، ونرجع مع بعض عشان ما اطولش عليكم. اهو بقى يا حبيبي راح حطيت رشه كركم بس كمان اهو، وهنظبط بقى ملحها كده حلو. كده مظبوطه. هنزل بقى بالفراخ بتاعتي كده كلها، هتبلها بقى حلو وهركنها كده في الخلطه الحلوه دي. والله ريحتها حلوه جدا على فكره، الليمونه دي بتديها مزه حلوه قوي. هنسيبها بقى ايه مركونه كده شويه، ونرجع بقى ايه نعمل صلصه نسلق المكرونه ونعمل الصلصه بتاعتها. اهو بقى يا حبيبي ايه حطيت ملح هنا عشان نسلق المكرونه. وصلوا بقى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وكسروها كده. يعني عايزين تحطوها سليمه زي كل واحد حسب ما بيحب يعني. وقت بعملها كده وقت بعملها كده، تغيير يعني. اهو الميه غلت بس انا كنت مطيه عليها. نسلقها بقى ايه لما تتسلق نرجع مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يا حبيبي هحمر بقى بطاطس اهو. بقى ايه تتحمر حلو كده.
وهنا بقى معايا هنا حطيت حله كده على النار عشان اعمل صلصه المكرونه. هنا اهو حطيت حبه زيت كده، وهنا دقيت الثوم اللي وريته لكم قرن فلفل، هنزل بيه هنا على الزيت ده كده. زي ما هو دهبي حلو كده. صلوا بقى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. يبقى لونه ذهبي كويس، يعني ذهبي حلو اشقر كده، حلو مش غامق. انا بحبها بالثوم اللي هي المكرونه الاسباجيتي دي. بقى لها حبه ثوم حلوين كده مع قرن الفلفل. هياخد اللون بقى الدهبي ونرجع مع بعض. اهو بقى يا حبايبي خلاص، بصوا اللون الحلو ده اهو. هروح نازله بقى ايه بالطماطم. ما تغمقوش التومه بتاعتكم عشان ما تمررش. طلع بقى ايه ملحها كده، واحط فلفل اسود، وهسيبها بقى ايه تتسبك بقى حلو. هنسيبها بقى تتسبك ونروح بقى ايه نعمل البانيه ايه على الرخام. بصوا بقى يا حبيبي، حطيت هنا ايه دقيق. يعني مثلا لو انا هحط كوبايه دقيق هتحطي ايه نصها نشا. وحطيت حبه كركم وحبه بهارات وحبه ملح، يعني زي التوابل اللي حطيتها كلها حطيتها هنا اهو. هاخد بقى ايه قطعه قطعه كده، واروح نازله ايه هنا في الدقيق. دي بالنشا بقى بالكلام ده اهو. لو انا عايزه اعملها كمان مره اعملها عادي، هرجع تاني واعملها، بس انا اعملها مره واحده بس اهي. هنعمل كمان واحده. شايفين يا حبايبي اهي. بصوا سهله يعني وبسيطه خالص، ويعني طلعوا بالشوكه احسن عشان ايه يعني ما تعجنش في ايديكوا بقى وايه وتتضايقوا يعني. نفض كده واحط كده. هعمل كله انا بقى ونرجع مع بعض. يا حبايبي بقى في نفس مكان بعد البطاطس كده، وقلت قرنين فلفل. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل بقى بالفراخ بتاعتنا كده اهي. طبعا هو اصلا البانيه بياخدش وقت يعني. طبعا هقلي حبه حبه كده. وبصوا هنا الصلصه اهي اتسبكت بقت زي الفل. هنزل عليها بقى ايه بالمكرونه اللي انا سلقتها وظبطت ملحها وكله. هننزل عليها بالمكرونه ونرجع مع بعض تكون ايه الستريبس ده خد لون. اهو بقى يا حبايبي بصوا الجمال بتاعها حلوه جدا، ومفيش حاجه بتقع ولا اي حاجه، والزيت مش غزير قوي ولا حاجه اهو. بسم الله بصوا زي الفل. الطريقه دي هتعجبكم جدا ومش مكلفه يعني ولا اي حاجه. حبه دقيق وحبه النشا وهنعمله لاولادنا اللي هم ايه بيحبوه. هكمل بقى انا قليه ونرجع مع بعض. اهو يا حبايبي بقى خلاص خلصنا غدانا. بصوا عملنا مكرونه من اللي عملناها سوا اهي. وانا قطعت طماطم برضو جنب الاكل، وده الستريبس اللي عملناه سوا. بصوا حلو ازاي مستوي زي الفل، والكفر بتاعه ما وقعش ولا اي حاجه، وسهل وبسيط ومش مكلف. وده كان غدانا النهارده. متنسوش بقى باللايك بتاعكم الجميل، والاشتراك اللي مش مشترك، وخدوا كده جوله في القناه وكومنت حلو منكم. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.